عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا معاينه في الطلبيه، رايحين نبص على اسبرانزا. كنا عايزين نقول حاجه كده في السريع، ان في ناس مراكز الخدمه كتير اللي بتكشف واللي بتفحص واللي بتعمل، بس الفكره هنا ان كل حاجه بيطلعها لك ممكن يطلع لك زرار توقف عليه بيع، يقلقك، مش بيوصل لك المعلومه كامله. هو بيقول لك ان في هنا زرار، اصل في هنا شرخ في الايد، اصل في نقره طوبه، اصل في، هو ملوش دعوه، هو بياخد الفحص بتاعه او المعاينه بتاعته او الكشف وانت بقى مع نفسك. تمام. فواحد بيقول لي اصل انا كنت انا جبت له عربيه يعني، فخد فيها 7000 جنيه في اسبوعين او في 3 اسابيع، هم مش عاجبينه. فقال لي اصل انا عرفت مركز خدمه او مركز كشف حلو قوي، روح مركز الكشف. انا مش بقلل من شأن حد ولا بكبر من نفسي، انا بتكلم في كلام واقعي. بيطلع لك زرار، بيطلع لك نقره ازاز، اصل الاسقاطره الحشو بتاعها خفيف، اصل مش عارف ايه. البيعه بتقف عشان خاطر مثلا 3 4000 5000 مصاريف، وهي في سعرها في 30000 40000 نازلين. هو مش واخد باله من الحته دي، هو مش واخد باله من الحته دي. فربنا يا رب يصلح حال الناس كلها، ويا ريت المعلومه تكون وصلت ان احنا لما بنشتري حاجه بنشتري حاجه بسعرها، وبيبقى السعر تمام، وبيبقى السعر مناسب جدا لحالتها. شويه التفاصيل اللي فيها، وارد يبقى معاك عربيه بيبقى فيها شغل، انت معاك عربيه حصل مشكله في العفشه، حصل هتعملها، فده زي ده. بس اهم حاجه تكون تقييم السعر المظبوط للعربيه. ده بيجي منين؟ من خلال معاملات اللي احنا بعنا واشترينا الفتره اللي فاتت ديت ايه وعملنا ايه. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حبينا بالحته ديت وكرمنا بيها، ونشكر ربنا ونحمده، وربنا يصلح الحال. هنبص على العربيه دي، معلش طولت عليكم بس المعلومه دي كانت في بالي عايز اقولها. هنبص على العربيه دي ونطلع معاكم خطوه خطوه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما داس لايك يدوس، ما اشتركش في القناه يشترك. خليكم متابعين معانا دايما، معانا جديد ولسه في حاجات تاني ان شاء الله هتعجبكم كتير. طبعا انا لسه جاي دلوقتي، المفروض ان هو عند السوبر ماركت بيم ده اللي على الشمال، شايفينه اهو، انا في شارع اسمه ال30 من فيصل كده. دخلت، المفروض هنقف هنا ندور على الراجل. يا مسهل، خليكم متابعين معانا، بوثق كل حاجه عشان تبقوا عايشين اكنكم شايفين بالظبط ايه اللي بيحصل. هنزل دلوقتي هدور عليه وهنشوف الدنيا فين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وخليكم متابعين معانا لحد ما نوصل. شارع كده جانبي، عربيه هيك شايفينها فين اهي، دي العربيه. تمام، هنوصل وهنطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم معانا. انا بتفرج على العربيه دلوقتي، الفيديو ده للناس اللي معايا، وبرضه ليه هو في دواخل اهي، دي دواخل ماشي برضه، عشان نبقى احنا ايه بنتحقق زياده واحنا مع بعض. انا زيكم بالظبط. القلم بيجيب فيها 100 زي ما قلت لكم. بصوا بس لما هنقرب كده، شايفين ده شغل في الآية. خليكم معايا برضو واحده واحده. برضو شايله معجون كتير قوي، خليكم معايا. برضو في هنا، بس ده برومه يعني، ده مكان برومه معمول مش خبط، لان القرن من هنا سليم. في هنا برضو اهي، دي مش معموله. حتى هنا في القايم الشمال قدام بتاع السواق، الباب ده فيه الحمات من هنا اهو، كسر فيه اهو. الكبوت ده فيه من هنا كده اهو لطه من قدام، والستاره من هنا فيها ايه خط. في برضو شغل كهرباء عايز الظبط، مقاومات وحاجات يعني. دي درجتين بالقميص متعدل، بس الشغل ده ما بيبقاش احسن حاجه يعني في العربيات دي. هندور وهنشوف، بس هي المكنه شكلها يعني ممكن تكون خفيفه شويه، لان في زيت مطرطش كده من بره. هنشوف. هو دلوقتي دخل يدور. لا انت كده جايب مرشدين، شد اليد. مكنه مش، بصوا مكنه خفيفه، مكنه مش دايره عدل اهي. ارجع لورا شويه كده، صوتها كده، زود كده، زود.
بص هي المكنه كبسها مش وحش، بس المكنه مش عادله. ممكن يكون في قاعده صباب واطيه مخليه العربيه دي مش عادله، ممكن يكون بوجهات، بس هي المكنه صوتها من فوق خشن، يعني صوتها من فوق فيه خشونه، انما هي كبسها حلو. عشان يبقى الكلام بما يرضي الله، انا ما اعرفوش ولا كبسها اللي هو الكفر اللي في وشه، الكفر الاصفر اللي بيبقى عليه. تمام. تكييف شغال؟ كاسة شاشة في لونة معلمة اللي هي الاي بي سي والاي بي اس والفرامل. في كذا حاجة فيها تظبيط، المكنة دايرة مش عدل، تكييفها شغال، مراوح ضعيفة. الصالون حالة عامة بتاعته، بس عفشتها ايه الدنيا؟ لا محترمة اقسم بالله، حلوة؟ مش انا اللي سوقتها، معايا حد بيسوقها يعني بصراحة. الواضح ان هو ما عندوش فكرة في العربية. ادي العربية كده من بره، هنخلص وهنطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. طبعا انا بصيت على العربية فصلتها له. لا انا هرجع تاني كده عشان اخش ال 20. هقول لك هتطلع ازاي. دلوقتي على طول مشيت مع الاكسدام ده. الشارع ده مش هيطلعني. عايز اقول لكم بقى اللي انا يعني ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت معاه المفروض في السعر، اديته سعر، مش خلصت اديته سعر، تمام. فهو مش مقتنع، العربيه فيها شغل، هو ما عندوش فكره، يعني هو ما عندوش فكره في العربيات، ان العربيه بتاعت حماته. ف هو بيتكلم في 210، فالعربيه فيها شغل، محتاجه تنزل كمان في السعر شويه. عملت له العربيه دي ب 170,000، فهو مش راضي. احنا مش بننزل كده وخلاص، يعني احنا بندش في اي مكان في اي حته وخلاص، لا لا لا، طبعا الكلام ده مش موجود. احنا بننزل في السعر ان العربيه محتاجه مصاريف حقيقيه، وهتاكل فلوس وهتتعمل، بس هتتعمل بقى حاجه حاجه. يعني دلوقتي ماشيه ما بتقولش لا، وفيها رخصه وكل حاجه. الكلام اللي احنا بنقوله دوت للناس اللي عايزه تركب، يعني بعرفهم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. ومش اي عربيه، ممكن عربيه بال 210 حلال فيها ال 210، وهتكلم فيها وهشتري وبزياده كمان. في عربيات بنزود فيها في سعرها بس عشان الحاله. فدي العربيه وهو ما وافقش بالسعر، فهنبعت الفيديو للراجل وفي نفس الوقت بننزله عندنا على القناه عشان الناس تستوعب وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشير. وده كان اخر فيديو للاسبرانزا، واحنا طالعين دلوقتي من الشارع، وممكن نشوف له حاجه تاني وممكن لا. ادعوا لنا بالتسهيل، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وشير، وخليكم متابعين معانا بفضل الله جديد، وده الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا معاينه جديده، كنت وعدتكم قبل كده دايما بقول لكم ان في جديد. احنا شغالين في الجديد بقالنا فتره. النهارده ان شاء الله هنعمل يعني معاينه، بس المعاينه ديت فيها حكايه. معنى ايه الحكايه؟ ان احنا غيرنا، يعني معانا اسلام من منصوره، راجل محترم. شفت له كام عربيه، ومن ضمن الكام عربيه رحنا العربيه في شبرا. الراجل ادانا ميعاد، وانا هنا انا مش هنا، فضلنا ساعتين 3 ندور عليه، وفي الاخر خالص وكلمه هو يرد عليه، انا اكلمه ما يردش عليا. فممكن الناس دي انا بشك فيهم ان هم في شارع بجام، الناس دي عارفاني. في ناس معينه هناك كده بيقعدوا يقول لك العربيه فيها وفيها وفيها، ويقعد يوصف لك اكنك داخل بتاخد عربيه من الليسي زيرو، وبتلاقي في العربيات وجع قلب ووش. هم الله يسهل لهم، احنا مش هنتحاسب مكان حد، كل واحد بيتحاسب لوحده. بس هم خلاص عرفوا ان خالد بيجي، فممكن فضل بقى يلعبني انا، اللي هو بقى انا ايه عارف ايه، بتعبك، بشقيك، وفي الاخر خلاص راح قافل تليفونه. فموقف عيال صغيره، يعني هو مش راجل، لو هو حتى بيتابع هو مش جدع، فدي مش رجوله. ما علينا، غرم الراجل ووقف حالنا ما وصلناش. فالفكره الجديده بقى النهارده اللي احنا عايزين نطرحها، زي ما احنا وعدناكم دايما بالجديد وشغالين فيه، النهارده برضو حاجه لسه احنا بنفكر ايه نطرحها عليكم. هو كان بيفكر في سبيكترا، وكانت العربيه اللي احنا رحناها وقفل تليفونه دي افيو، فغيرنا الوجهه، هو راح مغير الوجهه وايه واستشارني فيها. في مرسيدس سي 180 موديل 94. فانت النهارده يعني ايه
بتاخد، هي عربيه مثلا عجوزه شويه بس عربيه اعتماديه، وعربيه برضو فيها كماليات من 94. في عربيات في لسه في شبابها في 19 و18 ما فيهاش الكماليات اللي في العربيه ديت. فالفكر نفسه لما بنغير قلنا هنطرح بقى الفكره ديت، ده بيفكر بايه، ممكن حد يستفاد يفكر بنفس التفكير او بنفس الطريقه، يقول ايه انا هجيب عربيه مثلا في السن كبيره شويه بس هاخد ايه، معلش اللغه بتاعتنا طبعا لغه السوق، بس هاخد فيها اوبشنز واعتماديه، وعربيه تكون كويسه تخدمني، وبرضه عربيه معلش يعني علامه محترمه، والفلوس بتبقى قريبه من بعضها. لو ما كانتش عربيه مظبوطه وعربيه اعتماديه مش هيبقى الفرق الفلوس دي يعني موجود، فاهمني؟ فمعلش اسف الاطاله، بس حبيت انوه عشان نبقى احنا مركزين احنا بنعمل ايه، والافكار ديت تكونوا بتستفادوا منها. هنروح نشوف العربيه دي دلوقتي، هنشوفها له وهو مش هنا طبعا، وحاول المعاينه هنبص له عليها وهنشوف الدنيا فين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليكم شيروا، خليكم متابعين معانا وادعوا لنا بالتسهيل، وان شاء الله معانا جديد. ما داس لايك لحد دلوقتي كده وهو بيسمع يدوس عشان القناه تعلى، عايزين القناه تكبر بقى، كفايه كده وقت عمال بيعدي عشان الحاجات الجديده احنا شغالين فيها، ولسه في حاجات ان شاء الله هتعجبكم. وتابعوا العربيات اللي هتنزل ان شاء الله متظبطه، من ضمنهم العربيه اللي انا راكبها النيسان القشقاي ديت باذن الله. صلى على النبي. الزمالك دلوقتي داخل على صفاره البانيا. بصوا في عربيات كده الناس بتيجي تدور عليها زي دي، حاجات تحف. في عربيه غمر اهي، في حاجات بتبقى كده لقط وانت بتلف بتشوفها. ممكن حد بينزل يسال على حاجه زي كده. بص مرسيدس دي سليمه ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده الشارع المفروض اللي فيه السفاره بتاعه البانيا اللي انا جاي اتفرج على العربيه عندها. تمام. بحب اشارككم وبوريكم الحاجات اللي الناس بتعملها او الناس بتدور ازاي وتلاقي حاجات ازاي، تبقى في حاجات فرص في جراشات زي ديت. فيا مسهل الحال يا رب. هنطلع احنا طالعين دلوقتي على العربيه اهي، دي العربيه اللي احنا جايين من نبص عليها، شايفينها اهي. وصلت لها بس ما فيش بقى ركنه لاقي. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونخليكم متابعين معانا لحد ما نشوفها. هو الراجل جاي هناك اهو. يا مسهل الحال يا رب. اهي العربيه اللي جايين نبص عليها، يا رب تطلع كويسه ان شاء الله. اهي من بره. هنخلص عشان الراجل طبعا مش عارف انا بعمل ايه. نبص عليها وخليكم معانا. بص انا بصيت على القوايم اللي اسمها اهي، ده وده طبعا كل عربيه ليها فرجه معينه. ده صالونها اهو، لسه بقى ابص على المكنه وهدور واشوف الدنيا فيها ايه. حوضها متمم، فوانيسها اهي. خليك معايا. دي المفروض اول دوره. المكنه حلوه، العربيه شكلها من قبل ما يدور، انا قلت له دور. حوضها بصوا جواناتها متقفله، عربيه ما شاء الله. خليكم معايا. طبعا عربيه صالونها ما شاء الله لا قوه الا بالله. عددها ايه، احنا بنجرب التكييف اهو. البلاور اصلا مش شغال هنا. كلاكساتها هو صالونها ما شاء الله لا قوه الا بالله حلو. فده الفكر اللي احنا بنقول عليه. هنخلص طبعا. بصوا مفصلاتها بالشداد بتاعها عامل ازاي. داير امبارح ممكن فيوز اهي. خليكم معانا. عربية ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنخلص مع الراجل بقى كلام وهنطلع معاكم تاني. كده التكييف عربية ما شاء الله عليها. ايه؟ شغلته؟ ايه بقى كان فاصل ليه؟ ازازها شرعتها الزر قدام. طب مش شغال ليه بقى؟ قول لي كده. مش عارف صدقني، انا ما عملتش حاجه، انا مجرد بس انت بطلت شغال. هو اشتغل وضاف. اشتغل. بقول لك اشتغل. بقول لك كان شغال معايا امبارح. اشتغل. كيف كده اشتغل. بص فرشها ما شاء الله، حاجتها الاصليه، عربيه جديده. وعامل السقف، بس السرج اللي عامل السقف مش حلو، في واخد منه هوا كده في حاجات معينه، بس هو عربيه ما شاء الله عليها حلوه.
خليكم معانا لحد ما نرجع نطلع تاني نركب عربيه ونتكلم معاكم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنقف اتكلم معاكم اشوف بقى الفلوس ايه والدنيا ايه. نور النور الصغير كده هراجعها كلها حاجه حاجه وبعد كده هطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات من الحاجات اللي بنلاقيها غريبه شويه. العربيه دي 3200 كابريس موديل 2007، عربيه حلوه بس مشكلتها مشكلتها الحاجه بتاعتها. هتركب غول بمعنى كلمه غول، بس مشكلتها الحاجه. يعني لو حد يسلك في حاجتها راكب قطر بمعنى كلمه قطر. بص العربيه عامله ازاي، لا ادوس عليه ولا اعمل فيه؟ بص العربيه عامله ازاي، فلوسها حلوه يعني. عربيه فلوسها حلوه. فتحت معاك؟ فتح. خلصنا بفضل الله المعاينه اللي انتوا شفتوها. انا بعديها بقى دلوقتي مثلا قولوا ما شهر ما حصلش نصيب وصورنا. فالهدف من الفيديوهات احنا ما اشتريناش وبنقول اللي احنا ما اشتريناش وما حصلش نصيب. انا ما جبتلوش حاجه، هو بقى جايب ما اشتراش، حصل ربكه في السوق، الدنيا اتهزت. احنا في رمضان دلوقتي، الكلام ده كان قبل رمضان ممكن باسبوعين او بثلاثه او حاجه زي كده. فما حصلش نصيب. دايما بنظهر كل حاجه بحقيقتها بطبيعتها. احنا ما اشتريناش يعني ما اشتريناش، بس الهدف ايه؟ الهدف اللي انتوا سمعتوه ده كله يفيد الناس. واهم حاجه اللي انت تبقى بتفكر بعقلك وبتشتري بوعي. مفيش حاجه بتخوف، والكلام ده افضل اقوله مرارا وتكرارا. ونستوعب ان الفيديوهات دي كلها بتعلم. ممكن وارد حد يمشي الخطوات دي زينا ويوصل لنتيجه حلوه. في عربيه ممكن نروح نشتريها من اول مره، في ممكن نشوف عربيه واثنين وثلاثه. اللي هيتفرج هيتعلم ان هو ممكن يتفرج على عربيه واثنين وثلاثه لحد لما يوصل لعربيه كويسه. مش شرط يكون انا بتفرج له، ممكن كل لوحده من اي محافظه من المحافظات. ونستغل طبعا الفيديو ده ونقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. والحركه يعني ابتدت فيها هزه كده في البيع والشراء. عن نفسي انا مش عارف مع الناس عشان ما اقولش لحد، لا في حركه بيع وشراء. انا كنت بشتري في عربيه رحت لقيتها اتباعت، كلمت حد تاني متابع معايا كان بيشتري عربيه برضه اتباعت. اللي سعره مناسب دلوقتي بيبيع. فاحنا عشمانين ان الدنيا ان شاء الله تهدى وتدور تمام. يعني تتحرك في البيع وفي الشراء باذن الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنه وانتم طيبين. لايك وشير. دعم على التيك توك خالد تجاره السيارات، على الفيسبوك خالد تجاره السيارات. وطبعا اليوتيوب محتاجين منكم دعم، نعمل شير عشان القناه تكبر بيكم وليكم باذن الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واسفين الاطاله والسلام عليكم.